يا صباح الخير والسعادة على أحلى متابعين في الدنيا. صباح الخير أو مساء الفل لو كنتم بتتابعونا الصبح أو ليل. النهاردة هنعمل بقسماط حلو ولذيذ، بقسماط عين اليمامة وبقسماط الطويل بتاعنا، حاجة كده في منتهى الجمال. اقتصادي جدا وصيامي. آه تكاليف قليلة ومقادير، 3 4 مقادير، حاجة يعني حاجات بسيطة خالص. هيعجبكم جدا. ما تنسوش لو لسه أول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة، لو على الفيسبوك اعملوا فولو ولايك. اعملوا لايك للفيديو واكتبوا لنا في الكومنتس عشان ده بيساعد ان الفيديو يظهر للناس. ويلا بينا مع بعض نبتدي الوصفة بتاعتنا. اول حاجة معانا هنجيب كوباية ونص مية دافية، هنحط عليهم 2 معلقة سكر كبيرة وكيس خميرة من اللي بنستخدمها، الخميرة الفورية. هنقلبهم مع بعض كويس علشان يبتدوا يتفاعلوا. عندنا نص كوباية زيت برضو حطيناها فوقيهم. هنقلبهم شوية كده. دي رشة ملح حطيناها على 4 كوبايات دقيق، يعني حوالي نص كيلو دقيق. دي كل المقادير بتاعتنا. المقادير السائلة حطيناهم فوق بعض، وبعدين ال4 كوبايات دقيق قلبناهم مع رشة الملح، وهنبتدي نعمل العجين بتاعنا. نحط كل كمية الدقيق على كمية المية بتاعتنا والمية والزيت ونعجنها بقى. ملحوظة وبحب اقولها في كل مرة بنكون بنستخدم دقيق وبنعمل عجين، المقدار ممكن يختلف حاجة بسيطة بين ازيد او اقل من اللي بنقوله، علشان انواع الدقيق بتختلف. في دقيق بيشرب مية كتير، في دقيق مش بيشرب مية كتير. فلو احتاجتوا تزودوا حتة يعني معلقتين دقيق ولا حاجة مش مشكلة، لو احتاجتوا تزودوا معلقة مية مش مشكلة. هنفضل نعجن في العجينة وبعدين نشيلها على الرخامة ونعجن فيها كده لحد ما تلم معانا حوالي 10 دقايق زي ما انتوا شايفينها كده. لمت وبقت حلوة مش بتلزق وزي الفل. هنغطيها بكيس مطبخ ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعة. دول شوية دقيق سمسم مع شوية حبة البركة، حطيت عليهم معلقة أو معلقتين مية علشان يكونوا سايلين كده سنة، فلما نحط عليهم البقسماط أو العجين بتاعنا يلزق فيه الحاجة بتاعتنا دي اللي هي حبة البركة والسمسم. نبتدي بقى ناخد بعد ما خمرت ناخد قطعة نلف نعملها رول كده طويل زي ما انتوا شايفين. دي هنعملها عين اليمامة. قسمتها 4 أجزاء وهلفها زي الدوناتس كده على صغير كده، يعني دايرة مفتوحة من النص. انا عملتهم صغيرين زي ما انتم شايفين كده لان لسه هنسيبها تخمر تاني، فهتكبر شوية تاني وفي نفس الوقت هي بقسماط. اول ما بلفها كده بنزلها في الطبق اللي حاطين فيه السمسم بحبة البركة. هعمل كل الكمية اللي عندي زي ما انتم شايفين كده. هكرر لكم الطريقة كذا مرة، ولو هنعملها بقسماطاية طويلة برضه هوريكم شكلها. بنعملها زي ما هي وبنسيبها طويلة كده، وهنعمل كل الكمية بتاعتنا ونسيبهم يخمروا شوية في الصواني هندهنها زيت قبل ما ندخلها الفرن. وبعدين لما نخلص الكمية بتاعتنا كلها هنحطها في فرن ساخن على 180 لحد ما يستووا ويتحمروا كويس. بياخدوا حوالي ربع ساعة، ممكن تلت ساعة، نص ساعة، على حسب اختلاف الفرن من فرن للتاني وعلى حسب درجة حرارة الفرن. زي ما انتوا شايفين طالعين في منتهى الجمال، لونهم ذهبي كده وحلو وجميل خالص ومقرمشين وطعمهم خطير جدا. وصفة سهلة اقتصادية كلها توفير، بدون لبن وزبدة وسمنة وبيض. عملنا بقسماط صيامي اقتصادي حلو جدا. هيعجبكم جدا جنب كوباية شاي او شاي بلبن. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اعملوا لنا لايك واكتبوا لنا في الكومنت، اكتبوا لي اي كومنت علشان اللايك والكومنت بيساعد ان الفيديو يظهر للناس. لو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناة او على الفيسبوك اعملوا لنا لايك وفولو.
اتمنى وجودكم معايا، ويشرفني وجودكم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا الايام بالخير والبركة. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، واكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين اي وصفات تانية، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.